السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كده وصفة سريعة جدا. الفايش بتاع الافران. وصفة سريعة كده، يعني ان شاء الله هعمل معاكم فيديو تاني برضك هعمل لكم الفايش الصعيدي. بس انا محتاجة الفايش فحبيت ان انا اعمله بسرعة. هنعمله زي بتاع الافران وبطريقة سهلة جدا، ومقادير ان شاء الله بسيطة زي ما انتم شايفين كده. هيبقى منظره جميل، وبإذن الله طعمه هيعجبكم كمان. هنبدأ مع بعض نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب معايا كيلو دقيق، وعندي هنا محلب، معلقة كبيرة محلب تقريبا، وهجيب معلقة برضه خميرة، معلقة خميرة، وزيها بيكنج باودر، وزيها سكر، وهنحط هنا كركم عشان يديني اللون الاصفر، معلقة ونص كده، ومعلقة سكر زي ما قلنا. وهنحط 4 معالق لبن بودر، او تحطي يعني لتر الا ربع لبن ساده. انا هحط 4 معالق لبن بودر، وهحط معاهم نص لتر لبن، وهكمل العجن بميه. هنقلب المقادير الجافه كلها مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده ننزل بالسوائل. هنحط نص كيلو لبن زي ما اتفقنا، يبقى انا حاطه 4 معالق لبن بودر، وهحط معاهم نص كيلو لبن، وهحط معاهم كوبايه سمنه سايحه زي ما انتم شايفين كده، مش سايحه قوي يعني، هي سايحه يا دوب يعني بدرجه حراره الغرفه. وهنقلبهم كلهم كده ونبدا نعجنهم. ده منظرها بعد ما لميتها. ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، انا عجنه معاكم قبل كده معجنات كتير. ده منظرها بعد ما عجنتها، وهتبقى كده طريه، مش بتلزق في الايد كده. اهو شايفين العجينه عامله ازاي يعني، جميله قوي وطريه كده وملساء زي ما انتم شايفين كده. هنفردها كده وهلفها رول كده زي ما بنعمل العيش الفينو. انت عايزه تقسمي الكيلو على 2 على 3 حسب ما انت عايزه. انا حبيت اقسمها على 2 عشان اطلع القطعه شبه اللي احنا بنشتروها من الافران بالظبط. لكن لو انت حابه تعمليها اصغر ممكن تقسميها على 3. هندهن الصينيه وهنحط فيها اول قطعه. هنجيب الصينيه التانية برضك نفس الحكايه. شايفين العجينه طريه ازاي؟ المقادير دي طبعا الميه، انا لميت بالميه لغايه ما العجينه لمت معايا، طبعا حسب الدقيق، وحسب الدقيق كل دقيق بيختلف على كميه الميه بتاعته. هي اخد معايا بالظبط كيلو اخد معايا كوبايه وربع ميه بالظبط على نص لتر نص لتر لبن. انا سبتها تخمر كده، وده شكلها ده تضاعفت طبعا. احنا شفنا شكلها كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامله ازاي، تضاعفت. هنبدا ندخلها الفرن. ده منظرها كده في الفرن، هي كده خلصت. هنسيبها تبرد لتاني يوم ونقطعها. انا جيت هنا تاني يوم اهوت، يعني انا عاملاها بالليل، قمت الصبح قطعتها. دي بقى اللي انا عايزاها تبرد خالص. كل ما تبرد تبقى يعني بارده خالص، كل ما بتقطع معاكي بسهوله، ما تفرولش معاكي. شايفين بتتقطع بكل سهوله ازاي ومش بتفرول، لانها ايه يعني العيش برد خالص. هنبدا نقطعها طبعا بالحجم شبه بتاع الافران بالظبط. وهنبدا طبعا نقطعها بالسمك اللي احنا عايزينه. انت لو عايزه ارفع من كده قطعيها، بس انا حابه اعملها زي اللي بنشتريها من الافران بالظبط. إيه، هتديكي كده يعني. بص احجام بقى، يعني الكبير الصغير احجام زي حسب التقطيعه بتاعتك. هنبدا بقى نرصها في صواني كده، وهندخلها الفرن 5 دقايق، 10 دقايق بالظبط. وهتلاقيها يعني من فوق ومن تحت، يعني 5 دقايق، ونقلبها على الوش التاني او نولع الشوايه من فوق. هتلاقيها اتعملت معايا. شايفين منظرها عامل ازاي؟ مقرمشه جدا. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها.
وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وعايزة لأول مرة يدخل معايا القناة النهاردة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويا رب أكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.